ترأس وزير التخطيط العمراني والإسكان بولاية الجزيرة المهندس أبو بكر عبد الله محمد بمكتبه اجتماعا موسعا ضم مديري الإدارات بالوزارة خصيص لاستعراض إنجازات عام 2025 والتحضير للمرحلة المقبلة من العمل التخطيطي والخدمي. وأوضح الوزير خلال الاجتماع دور الكبير الذي تطلع به الوزارة في إعادة تأهيل ما دمرته الحرب من بنية تحتية تعد ركيزة أساسية لخدمات الكهرباء والمياه والطرق والإسكان. وأكد أهمية رفع كفاءة الأداء واستشعار المسؤولية في تنفيذ المهام بما يسهم في استكمال جهود الإعمار وتعزيز الخدمات للمواطنين. وطلب الوزير من جميع الإدارات تقديم حصر دقيق لإنجازاتها خلال العام الحالي بولاية الجزيرة تمهيداً لإدراجها ضمن تقرير موحد يعكس جهود الوزارة ونجاحاتها. كما وجه بأن تكون احتفالات أعياد الاستغلال متزامنة مع ذكرى تحرير مدينة واد مدني، وأن تبرز خلالها إنجازات الوزارة ومشروعاتها إلى جانب تدشين عدد من المشاريع الجاهزة في مجالات المياه والكهرباء والطرق والمباني، بحيث تقدم كل إدارة مشروعًا مكتملًا للتدشين ضمن برنامج الاحتفال. وأعلن الوزير خلال الاجتماع شروع الوزارة في إعداد خطة استراتيجية تمتد من العام 2026 وحتى 2030 بما يضمن وضوح الرؤية وترتيب أولويات العمل خلال السنوات المقبلة. وفي ختام الاجتماع أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لإعداد كتيب شامل لإنجازات الوزارة لعام 2025 والإشراف على ترتيبات احتفالات الولاية بأعياد الاستغلال وتحرير مدينة واد مدني. وضمت اللجنة الوزير المفوض مشرفًا عامًا، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات رئيسًا، مدير مصلحة الأراضي نائبًا للرئيس، وعضوية مدير الإدارات والمستشار القانوني بالوزارة. وحددت اللجنة مهام تشمل إعداد تقرير مفصل لكل إدارة يغطي الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025 وحصر المشروعات التنموية الجاهزة للافتتاح وتوثيق المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب دمج جميع التقارير في كتيب واحد يعد ويطبع بما يليق بالوزارة. كما تكلف اللجنة بوضع تصور متكامل لبرنامج احتفالات الوزارة على أن ترفع تقاريرها خلال 10 أيام من تاريخه.